اي انسان بيتعلم اللغه الانجليزيه ما ينفعش انه ما يدرسش قاعده اف بحالاتها الاربعه: الحاله الصفريه، الحاله الاولى، الحاله الثانيه، الحاله الثالثه. احنا في الفيديو ده هشرح لك الاربع حالات من حيث التركيب والاستخدام، امتى استخدم الاولى وامتى استخدم الثانيه وامتى استخدم الثالثه. فلو انت مهتم تابعني للنهايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعي قناه المهندس كامل التعليميه في كل مكان، اهلا بكم مع فيديو جديد مهم جدا لاي انسان بيتعلم لغه انجليزيه. في الفيديو ده هنشرح حالات اف الاربعه من الاخر، اللي هي لو عارف اللو ديت احنا بنقولها بالعربي كده، بتربط جملتين مع بعض. عارف تقول ايه؟ لو تذاكر سوف تنجح. لاحظ جمله اولى ولها جمله ثانيه، اهي اف لو لابد ان هي تربط جملتين. فقاعده اف في حالتها الاربعه لازم هنربط جملتين مع بعض. لو هتذاكر هتنجح، لو كنت ذاكرت كنت نجحت، وهكذا. فقاعده اف علشان نلخص لك الموضوع هي بتربط جملتين. لو هتعمل هتبقى كذا، لو كنت عملت كنت بقيت كذا. بس ادي قاعده اف. فهنقول لهم باسلوب بسيط من حيث التركيب والتكوين، وامتى نستخدم دي وامتى نستخدم دي، بشكل سهل جدا. فيلا بينا نبدا على بركه الله، بعد ما تسمعوني الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول حاجه الحاله الصفريه، وعندي الحاله الاولى والثانيه والثالثه. اكثر حالتين مستخدمين في الحالات الاربعه اللي هي الاولى والثانيه. الحاله الصفريه ما بتستخدمش بكثره، بس تعالى نشوف امتى بنستخدمها. يعني احنا قلنا اتفقنا ان قاعده اف، بص يا باشا، اف اهيت اهي، ادي قاعده اف بتربط جملتين، جمله اولى وجمله ايه؟ ثانيه، عشان بس نبقى ماشيين على نور كده. طيب قبل ما اقول لك الجمله دي بيبقى زماننا ايه ودي زمانها ايه، قاعده اف في الحاله الاولى بتستخدم في الحقائق العلميه. يعني لما بتيجي تتكلم عن حقيقه علميه، يعني والله الميه بتغلي عند درجه كذا، والله انت لو مثلا لو سخنت التلج هينصهر. يعني حقيقه علميه. طالما هتتكلم حقائق علميه وتلولو وتقعد تقول لو عملنا كذا معروف علميا ان هيبقى كذا، لو عملنا، انت بتتكلم علم بقى، والقعده بتاعت العلم ديت، يبقى انت دخلت في الحاله دي الصفريه. الجمله الاولى بتبقى سيادتك مضارع بسيط، والثانيه برضه مضارع بسيط. مش فاكر المضارع البسيط؟ انا وعدتك ان انا هقول لك التركيب. هقول لك المضارع البسيط يا باشا، هي بتحط للفعل اس مع الفاعل لو هو مفرد، اللي هو هي وشي وات، اس او اي اس او اي اي اس. طبعا اي اس لو بينتهي بالاو او بالاكس او بالسي اتش او بالاس اتش، واي اي اس لو بينتهي بواي مش قبله حرف متحرك. طيب وبتجيب الفعل في المصدر لو الفاعل مين؟ جمع. بالمثل ده نفس القصه هنا خلص الكلام؟ ماشي. طيب المثال عندها هقول لك لو انت بتسخن الميه هتغلي. دي حقيقه علميه ولا لا؟ حقيقه علميه. يبقى هنستخدم حاله اف الاولى، الجملتين هخليهم في المضارع البسيط. يبقى اقول لك اف اهي، اف لو هو هيسخن الميه يبقى اف هي مثلا هيت، بس هي هنا مفرد صح، والمفرد بيحط الفعل ايه؟ اس. if he heats water. الجملة الثانية بقى برضه مضارع بسيط، يبقى هو ايه؟ هيغلي. يبقى اقول له ايه؟ it boil ولا boils؟ boils. بس خلاص انتهى الكلام. انا مش فاهمك. لا فهمني انت، بس انت اللي بتسرح مني. بص يا باشا، انت هتشتغل في اللولوه. حلوه تشتغل في اللولوه دي، يعني هتقعد تقول لو مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دي تفتح عمل الشيطان. بس احنا بنتكلم في لو في حاجات علميه ايا كان بقى، هم بتاعت لو بتاعت الاجانب. فانا هقول لو انا هتكلم في اللولوه دي حقائق علميه، يعني والله لو انت هتسخن الميه هتغلي، لو انت هتسخن التلج هينصهر. حقائق علميه. يبقى استخدم قاعده اف الصفريه. يعني الجمله الاولى هتبقى مضارع بسيط، والجمله الثانيه مضارع بسيط. الجمله الاولى ايه؟ لو انت هتسخن الميه، دي الاولى. الجمله الثانيه هو هيغلي، يحصل عمليه غليان. الجمله لو انت if you تسخن
او لو هو هيسخن الميه هي، اقول هي وشي وات يحطوا الفعل اس في المضارع البسيط. لو انت اللي هتسخن مش هحط اس، كنت اقول هي. if he heats water، لو هو هيسخن الماء هو يغلي على طول، مضارع بسيط برضو الفاعل it يحط الفعل ايه اس، هو يعني الميه it boils. بس خلاص. الامر سهل جدا. طيب تعالى عن حالة الثانية جميلة جدا. الحالة الأولى بقى خلاص، دي كانت الحالة الأولى، الحالة الصفرية دي الحالة الأولى. الحالة دي بنستخدمها في إيه بقى؟ احتمال حدوث شيء في المستقبل. الله، بتستخدمها لما يكون في شيء محتمل إن يحدث فين؟ في المستقبل. أكتر حالة مستخدمة. تقول لي مثلا لو أنا هذاكر أنا هنجح، لو أنا أتعلم أنا هتكلم إنجليزي. يعني لو أنا هذاكر احتمال، فيبقى لما أنا احتمال شيء يحدث في المستقبل يبقى جملتين. لو أنا هذاكر أنا هنجح، لو أنا هتعلم لو أنا هدرس أنا هتكلم إنجليزي. لو لازم جملتين. قال لك الجملة الأولى بتاعتنا نجيب اف كده، الغلبانة دي معانا اهي، أدا اف، أدا الجملة الأولى، أدا الجملة الثانية. قال لك الجملة الأولى برضو معانا مضارع بسيط، مضارع بسيط. لو الفاعل مفرد حط له برضو اس، لو الفاعل جمع هات المصدر، نفس القصة. خلاص. طبعا المضارع البسيط لو عايز تنفيه بيتنفي بدونت او دازنت، لو الفاعل مفرد انفي بدازنت، لو الفاعل جمع انفي بدونت، نفس الكلام. قال لك الثانية بقى مستقبل بسيط، يعني فاعل زائد واو زائد المصدر، بس خلاص. طب ايه الجملة عندي؟ انا عايز اقول له لو هو او لو انت تذاكر، لو انت تذاكر انت سوف تنجح. طالما انا بنصحه لشيء في المستقبل، لو انت اهي يعني شيء بقى هيحدث في المستقبل، يعني لو انت هتعمل هتبقى كده دايما. عشان كده بقول لك ايه، لو انت هتذاكر انت هتنجح، لو انت مثلا هتتعلم كويس انت هتتكلم انجليزي. طيب انا عايز اقول له لو انت هتذاكر انت هتنجح. الجمله الاولى لو انت هتذاكر اقول له اف اهي، اف طبعا. طب الفاعل يو من اللي يعتبر بيتحط مع الجمع، يعني يو وي وذي ما بنحطش فيها الاس. لو انت ايه هتذاكر استدي. طب خلاها لو هو هيذاكر هو سوف ينجح. if he study. بس خد بالك study منتهيه بواي، طالما انتهت بواي مش قبلها متحرك بنحذف الواي ونحط اي اس. if he studies. الله، if he studies هو سوف ينجح. he عشان قلنا لازم فاعل will زائد المصدر، تبقى he will مثلا succeed. ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ مفيش اي مشكله خالص. لو انت هتذاكر انت سوف. طب لازم اقول له كده لو انت هتذاكر لازم الجمله الاولى مضارع بسيط؟ لان القاعده بتقول مضارع بسيط اهو، حطيت الفعل اس هتذاكر. الجمله الثانيه اهي ويل اهي، والفاعل اهو والمصدر اهو، خلص الكلام. اما هنا كان ده مضارع بسيط وده مضارع بسيط. لو انت هتذاكر انت سوف تنجح. طيب عايز اتكلم اقول له حاجه في المستقبل، لو انت هتلعب انت هتفوز. طيب حاجه لسه في المستقبل، كده مش على حقيقه علميه، ده حاجه لو انت هتعمل سيحدث كده في المستقبل يبقى ويل على طول. يبقى الاولى مضارع بسيط. if you play لو انت هتلعب، you will win انت سوف تفوز. خلص. طيب لو هو هيلعب هو سوف يفوز. if he plays he will win هو سوف يفوز. سهله اهي، خد القاعده دي. if he studies ده مضارع بسيط لازما will زائد المصدر، ولا اجمل ولا احلى ولا اروع من كده. خلاص. طيب حاجه في المستقبل، لو انا عايز اقول له لو انت مثلا مش هتذاكر يبقى مش سوف تنجح. النفي المضارع البسيط ممكن انفي بص ممكن اقول له if he، عايز تنفيها if he تنفى doesn't تجيب المصدر، لان النفي يجيب المصدر من الفعل. if he doesn't study لو هو مش هيذاكر اقول له he will ولا he will not succeed. خلص الكلام. العكس عادي ممكن انفع اقول له طب لو انت مش هتذاكر يبقى مش هتنجح في المستقبل. نفيت هنا انفي هنا، انا بس بوريك النفي مفيش اي مشكله خالص. ونفي will not، ونفي المضارع البسيط بدونت او بدزنت.
الموضوع سهل. ولو الموضوع انت شايف المضارع بسيط والمستقبل، انا عامل سلسله اسمها سلسله شرح الازمنه. شرح الاربع ازمنه المضارع في فيديو واحد يجي 25 دقيقه، والاربع ازمنه الماضي في فيديو واحد والفرق بينهم في فيديو برضه واحد، وشرح الاربع ازمنه المستقبل في فيديو واحد. يعني من الاخر في ساعه بالظبط تكون درست 12 زمن. خش على القناه، دوس على قوائم التشغيل سلسله شرح الازمنه، والعمليه تبقى بسيطه. تعال بقى على الجزئيات. الحاله اف الثاني دي بنسميها حاله ايه بقى يا باشا؟ انا بقدر اسميها كده حاله الاحلام، the dreams، الاحلام والتخيلات بالماضي. الله الله، انا بحبها بصراحه. ليه؟ لان اي واحد بيحب يحلم. يعني بص، يقعد يحلم ويقيس، يقول لك يا لو كنت عملت كذا كنت بقيت كذا، يا لو انا كنت عصفور كنت بقيت حمامه سلام. حاجات كده. مش عصفور في الشغل، يعني في الشغل يقول لك ايه ده حمامه، يعني بياخد كل حاجه يوديها للمدير. لا، انا قصدي هو لو كان طائر كان طار. فبسميها ايه الحاله الثانيه الاف؟ حاله الاحلام والتخيلات في الماضي، مش المضارع. خلاص بقى، احنا قلنا المضارع حقيقه علميه، الاثنين مضارع بسيط. اف هي هيتس ووتر اللي هو هيغلي الميه، ات بويلز، ما قلتش ات ويل، لا مش مستقبل، لازم مضارع بسيط. الحاله الاولى احتمال حدث في المستقبل، يا مثلا مضارع بسيط مستقبل بسيط. if he studies لو هو هيذاكر، he will succeed هو سوف ينجح. طيب لو هو ما ذاكرش احتمال انه ما ينجحش، يبقى if he studies يبقى doesn't، عشان he و she و it تنفي doesn't. study he won't succeed. تعال بقى على حاله الاحلام والتخيل. تعرف واحد قاعد يحلم في الماضي، في الماضي، مش عارف ليه حاسس الفيديو ده كله ضد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ ما تقولش لو كان كذا لكان كذا، قل قدر الله وما شاء فعل. لان هنقعد فمع العموم تعالى مع الاجانب ونشوف الاحلام اللي هم عايشين فيها. مثلا عايز اقول له ايه في حلم في الماضي؟ اقول له يا لو انا ذاكرت كنت سوف انجح، لو انا كنت ذاكرت كنت سوف انجح. يعني انت بتحلم في الماضي بقى. ده عايز اقول له يا لو كنت ذاكرت كنت نجحت. قال لك بتتكون ايه؟ تعالى بقى الاحلام والتخيل. قال لك بتعمل ايه؟ ادا اف، ادا قاعده اف، ادا الجملتين. الجمله الاولى يا باشا، هنا كانت الجمله الاولى اهي. بص الحاله الاولى كانت ايه؟ مضارع بسيط. هنا تبقى ماضي بسيط اللي هو التصريف الثاني للفعل. لو هو منتظم بحط له اي دي، لو بيتنفي بيتنفي بمين؟ بديدنت زائد المصدر. كلام سليم. الثانيه بقى اذا كانت هنا ويل، اذا كانت هنا بص مستقبل بسيط، هنا مستقبل بسيط ويل، لا هيبقى فاعل زائد بدل ويل تبقى وود زائد المصدر. ماضي المستقبل بس خلاص. طيب مثال، عايز اقول له اف، لازم الاولانيه ماضي بسيط. اف هي لو هو ذاكر، if he studied. الجملة الثانية أقول له معذرة، أقول له he مش will، تبقى he would. ركز معايا، ركز معايا بالله عليك. بس عادة ممكن يعني if he studied تمشي، يعني عادة لو if I study. طيب if he studied لو هو التخيلات بقى، ياه لو كان ذاكر كان سوف نجح. if he studied جبت ماضي بسيطة. he would succeed كان سوف نجح. يعني إذا هي الأحلام في الماضي، يعني حاجة خلاص أنا بحلم بقى لو إيه اللي حصل. يعني مثال أنا بقول له مثلا، عايز اقول له مثلا لو لعب كان سوف يفوز في الماضي، ده كله في الماضي. if he played well لو لعب كويس he would win هو ايه؟ كان سوف يفوز. نلاحظ ان ديت
حاجه حصلت. لكن بص الحاله الاولى لسه ممكنه. يعني انا بقول له ايه؟ if he studies مضارع بسيط مستقبل بسيط. if he studies اللي هو هيذاكر he will succeed لسه ممكن انا لسه الدنيا معايا كويسه وبخوفه بقول له if he doesn't study لو هو مش هيذاكر he will not succeed هو مش هينجح لسه يلا في امل. لكن الحاله الثانيه الماضي بدل مضارع بسيط هتبقى ماضي بسيط، بدل المستقبل تبقى ماضي المستقبل. اهو خلاص احلام انتهى. انت جاي بعد ايه؟ يقول لك لو كنت ذاكرت، لو ذاكرت كنت نجحت. يبقى بدال if he studies مضارع لا studied ماضي بسيط. الثانيه بدل will بقت would he would succeed لو هو ذاكر كان سوف ينجح. بس في تركايه فيها بقى. يبقى كده الاحلام ايه التخيلات؟ يقول لك مثلا معذره دي كانت if، يقول لك if I was a bird لو انا كنت طائر I would fly. برضو احنا قلنا الاحلام يبقى دي كان حلم. الاولانيه دي نقدر نقول على ايه؟ حلم بيحلم. هنا بقى بيتخيل، هنا التخيل. ليه؟ لان الحلم حقيقه كانت هو فعلا لو كان يعني زي ما انا بقول لك ايه if he studied لازم يبقى موضوع بسيط he would succeed هو كان سوف ينجح، كان حلم كان ممكن يتحقق. لكن بقى من الحلم هننتقل للتخيلات المستحيله الاستحاله. if I was لو انا كنت a bird طائر I would fly لا ده كده بيتخيل بقى في الماضي. هو انا عمري هبقى عصفور؟ قال لك علشان كده بتستخدم حاله اف الثانيه في الاحلام والتخيلات في الماضي. في الاحلام انت بتحلم بشيء كان ممكن في الماضي، لو انا كنت ذاكرت انا كنت سوف انجح. if I او if I studied I would succeed او if he studied he would succeed هو كان سوف ينجح. عادي حلم كان ممكن في الماضي. لكن لما تخش بقى في التخيلات والحاجات المستحيله في الماضي برضو شغال بيها برضو. if I was a bird لو انا كنت طائر I would fly انا كنت سوف ايه؟ اطير. قال لك طالما دخلت في التخيلات في الماضي اللي هي استحاله انا عمري ما ابقى عصفور. قال لك اعمل ايه بقى يا باشا؟ قال لك بدل ووز مع اي هنحط وير. هتقول لي لا ده وير هنا على فكره ماضي بسيط، وير هنا ماضي بسيط لان ووز ووير يتعاملوا ماضي بسيط لو جه وراهم اسم او فعل. هنا جاي وراهم اسم، لو جه وراهم اسم. اما لو جه فعل يبقى ده ماضي مستمر. يعني مثلا if لو قلت I was playing يبقى ده ماضي مستمر. لكن I was good انا كنت جيد طالما جت اسم او صفه يبقى هنا ماضي بسيط. هو الماضي من امر ظاهر. هنا قلت ليه if I were؟ ليه ما قلتش if I was a bird؟ ما انا بتخيل في الماضي. المفروض زي هنا if he studied لو هو ذاكر هو كان سوف ينجح. عايز اقول لو انا كنت عصفوره انا كنت هطير. if I was a bird I would fly. قال لك لا هنا بقى هنحط ضمير الجمع where مكانه was مع I لان هي استحاله ان انا ابقى عصفور. خلاص بس يبقى اذا الحاله الثانيه دي بيسموها حاله الاحلام والاستحالات. الاحلام ان انت بتتخيل شيء في الماضي لو كنت عملته كنت هتبقى احسن من كده. خلاص. الاستحالات لو انت بقيت عصفوره، لو انت مثلا بقيت كنبه، انا ابقى كنبه مش هينفع يعني. طيب الحاله الثالثه بسميها حاله ايه؟ الندم. الندم يعني ايه حاله الندم؟ بص تخيل مثلا انت ذاكرت ذاكرت وانت صغير، ذاكرت وبقيت مهندس زي حالاتي كده، فانت ندمت تقول يا هتخيل بقى في الماضي لو انا كنت ذاكرت اكتر انا كنت بقيت دكتور. يعني بتتخيل الحاجه على عكس ما حصلت. يعني هي شبه الحاله الثانيه بس دي الندم. انت دايما بتقول لها لما بتندم يعني على الاقل ديت انت بتتخيل. يعني بتقول لو انا كنت ذاكرت انا كنت سوف انجح. بتتخيل لو انا كنت مثلا طائر انا كنت هطير. بتتخيل. لكن الحاله ديت اسمها حاله الندم. انت دلوقتي حضرتك ما ذاكرتش ما اتعلمتش فشغال عامل غلبان عادي زيك زي بقيه الناس، فانت ندمان فعايز تتكلم بحاله اف. لو انا كنت ذاكرت انا كنت بقيت دكتور دلوقتي. يبقى انت ندمان. يبقى استخدم حاله اف الهين الثالثه. يبقى حاله الاف الثالثه بتربط ايه؟ بص يا باشا قال لك حاله اف الثالثه جملتين. بص ماضي تام. ايه الماضي التام؟ فاعل زائد هاد زائد التصريف الثالث للفعل. وهنا يا باشا تحط ايه بقى؟ بص تحط would
هاف كده would have زائد التصريف الثالث. طبعا هنا ايه؟ فاعل. بس دي اسمها حالة الندم. يعني هي يعتبر زي الحالة الثانية، بس الحالة الثانية ما كانش فيها ندم، انا كنت بحلم. لو انا كنت ذاكرت انا كنت نجحت، لو انا ذاكرت انا كنت سوف زي ايه، او هو لو ذاكر if he studied he would succeed، هو كان نجح. بحلم مفيش ندم. طيب if I were a bird، لو انا كنت طائر I would fly، انا كنت هطير، انا فرحان. لكن بقى اللي حصل حصل والدنيا خربت. فانت برضو بتقول لو، بس اللي قدامك عايز توصل له حالة الندم، يبقى استخدم بالحالة الثالثة اللي هي ماضي تام، اللي هو بيتكون من had زائد التصريف الثالث والكلام ده. طيب انا عايز اقول له لو انا كنت ذاكرت انا كنت بقيت دكتور، صح؟ طيب اقول له if I had اهي يذاكر study، اقول له studied التصريف الثالث، ده التصريف الثالث. if I studied I احط would have التصريف الثالث. I would have a doctor، المفروض تبقى a doctor، بس دي صفة يجي قبلها ايه؟ الفيرب to be. I would have التصريف الثالث من be been. خلاص تاني if I had studied I would have been a doctor. أنا عارف إن عندك لبس من الحالة التانية. بص يا باشا، اعرف التكوين. الحالة الثالثة ماضي تام would have زائد التصريف الثالث من الفعل. طب بص معايا بس عشان أوصل لك الموضوع. الحالة الثالثة دي لو أنت بتحلم عن شيء، لو كنت مثلا ذاكرت أنا كنت نجحت بس مفيش ندم. انت بتقول يا انا ما نجحتش انا مش ندمان، بس يا انا لو كنت ذاكرت يا باشا عادي. if I studied لو انا كنت ذاكرت، if I studied لو انا ذاكرت I would succeed انا ايه؟ كنت سوف انجح. او بتتخيل بقى if I were a bird لو انا كنت طائر I would fly انا كنت سوف. مفيش ندم، لكن انت دخلت في الندم، انت ندمان، يبقى استخدم الحالة الثالثة. هتقول له يا زي ما واحد بيقول لك يا لو ذاكرت انا كنت بقيت دكتور. انت ندمان، يبقى الحاله الثالثه if I had زائد التصريف الثالث. يعني لو انا لعبت كنت فزت بالندم، اقول له if I had played التصريف الثالث I would have won، او won يعني won يعني انا كنت ايه؟ فزت. اتمنى الموضوع يكون وصل والموضوع سهل. عيد الفيديو مره واثنين، وفي نهايه الفيديو ما تنساش الاعجاب بالفيديو ومشاركه الفيديو ودعواتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.